اليوم نتكلم على الحاسدين والفتالين والمنتقدين وعيال الحرام والمحبين يعني اليوم دردشة بيني أنا والمشتركين والمتابعين والمعجبين. دردشة. وش أقول لكم كم أرباحي من اليوتيوب، لأن في ناس فضوليين. فضولي يشتي يعرف كم بنستلم. شو أقول لكم في هذا الفيديو كم بنستلم من اليوتيوب. طبعا أنا قبل يومين دخلت القناة حكي أشم هواء، دخلت القناة حكي يعني ألوي من قلة تعاليك، أشوف يعني من قلة تعاليك أشوف إيش بيتكلموا الناس علي، إيش بيتكلموا يعني الحاسدين المحبين الكاهرين الكارهين الفتالين المنافقين، يعني من قلة تعاليك. اكتشفت ان في ناس عقولهم بيضة، عقول بيضة، ما بش عقول، ما بش عقل. هانا ما بش عقل، تفالة. هانا ما بش عقل، تفالة. هانا تفالة ما بش عقل. تعاليق أمانة يجعل الولدان شيبة من التعاليق. واحد قال لي في التعاليق يا مصطفى ليش تقول سين؟ أنت الآن بتغضب الله وتدخل النار لأنك قلت سين. كيف سين؟ كيف أغضب الله؟ كيف واحد قال لي في التعاليق على الشيلة حق العيد اللي نزلتها في قناتي، يا مصطفى لو كنت تنزل الأغنية بدون موسيقى كانت حتوقع أحسن. قلت كيف يعني أنزل الأغنية بدون موسيقى؟ قال الموسيقى خربت الأغنية والأغنية واحد قال لي في التعاليق أنت كافر ماسوني بتشتغل مع الماسونية وأنت أحلوا العلماء دمك وأنت كفرت وأنت بالليل. واحد في التعاليق قال بيقولوا كثير لو ما احتبست هذا فيلم بينك أنت الحوثيين، هذا سيناريو وبرمات وفيلم هندي وذيك جلال صلاحي هذا فيلم هندي وهذا هانا طيز. مستحيل انه عقل. هانا مستحيل نطارح مستحيل. اش بتكلوا اش بتشربوا ام بتسيروا الحبب ما يفعل هكذا، ولا الحشيش ولا المخدرات ولا الخمور ولا ما. انا حاسس انكم بتشربوا عصير خر بارد على الريق، لأن هذا الكلام والتعاليق هذا ما يديهش واحد صاحي بعقله. هذا عصير خر، لأنه العصير الخر ويربش القرنيات تدخل في العقل، والعقل ينزل للمخ، والمخ ينزل له طيزك، وطيزك يرجع له عندهم. ايش من العقول؟ أنت سدي أنت الحوثيين هذا فيلم، أنت كافر، أنت ماسوني، أنت يعني سلام الله على الحاسدين وعلى المطلبين الذي اشترك في قناتي وإلا ستموت بالسرطان الخبيث. سلام الله عليهم. أمانة تعاليق. واحد في التعاليق قال لي أنت يا مصطفى بتنزل فيديوهات علشان المشاهدات وعلشان اللايكات وعلشان الأرباح. يا زنوة يا زنوة يا خطير، اكتشفتني، فضحتني، اكتشفتني. أين أذهب منك؟ أين أذهب منك؟ كشفتني. معك عقل. أنا منزل فيديو علشان المشاهدات واللايكات والدراهم والنقود. كلش مننزل فيديو علشان أبصرها أنا وأمي. مننزل فيديو علشان ينتشر ومشاهدات ولايكات ودراهم. يعني الأفلام الأجنبية والمصرية الذي بيخسروا فيها مليارات، لماذا؟ ليش بيخسروا زلطوا مليار؟ علشان تستمتع، علشان تأكل بطاطيش وتنفش وتستمتع مع الفيلم. أو ما فارحين بصورتك يا شرموط، فارحين بصورتك.
بينزلوه علشان الدراهم والارباح والمشاهدات. قلت لكم ما يبش عقول، ما يبش عقول. اهم شيء خرجنا من التعاليق الى اليوتيوب، نبصر ايش بينتقدوني الناس وايش بيتكلموا علي. ادخل اشوف والنبه اكثر من 300 فيديو بينتقدوني، يا مصطفى انت فتال، يا مصطفى انت حق برزات، يا مصطفى انت صعلوك، يا مصطفى انت مدري ما هو. والله ما لقيت فيديو واحد يستاهل انني ارد عليه، ولا فيديو. ما بش واحد سلم بينتقدني، ما بش. كل اللي بينتقدوني يعني واحد احول، واحد اذرن، واحد ما بش اسنان، لسان وضرس بس. حتى لو زتم ما بش، لسان وضرس وكلى، لا به كبد ولا قلب ولا شيء. واحد طلع ينتقدني ما بش معه راس، ما بش معه راس، بينتقدني وهو بدون راس، رقبه وبطن بس. ومن يسمع يا مصطفى صوت، من يسمع صوت، وينو راسك؟ وينو راسك؟ راسك وينو؟ ما بش. يعني ما بش واحد يستاهل، يعني لو ردت عليه لا يرعف، لو ردت عليه ما يستاهلوش. فقلت لكم يعني انتقادات عجيبة وغريبة. في ناس بينتقدوني انتقادات ضخمة اقراها واستفيد، بس في ناس بينتقد يعني الحسد بيشعشع من عار امه. الحسد الحاسدين المنافقين الفتالين اهم شيء ما علينا من الحاسدين. ولا ندخل لكم في موضوع الارباح. في ناس كثير فضولين يشتوا يعرفوا كم نستلم. طبعا انا اول شيء اقول لكم حاجه، لو ما بننزل فيديو وانا مخزن ما بش معي من الارباح ولا ريال. انزل فيديو وانا مخزن صفر، ما بش معي ولا حتى دولار. لان سياسه يوتيوب الذي يطلع وهو مخزن بيعتبروا القات مخدرات، القات ماده مخدره، يقول لك هذا مخدرات او ترويج للمخدرات او تعاطي مخدرات، فالفيديو مصفر ما بش معي ارباح. وانا كل فيديوهاتي وانا مخزن، يعني اغلب الفيديوهات وانا مخزن. الفيديوهات الذي من هاجم جماعه ولا من ننتقد جماعه ولا من حرض على جماعه ما بش معي منها ارباح. والذي معي قناه في اليوتيوب هو فاهم لهذا الشيء، سب، شتم، انتقاد، مهاجمه جماعه، تحريض، قات، هذا كله مصفرات ما بش معي منهن ارباح ولا خمسه. وانا اغلب فيديوهاتي من سب، من هاجم جماعات، من مخزن. فاغلب فيديوهاتي مشي مفعله بالارباح، وبالفيديوهات مفعلت بالارباح. طبعا انا لو ما طلع فيديو وانا ما نش مخزن ولا منسب ولا، اعرفوا ان انا اشتي زلط، اشتي دراهم، اشتري لي ثوب جديد، وش تشتري لي يعني، لان انا اشتي ارباح. اما اذا طلعت وانا مخزن اعرفوا ان الفيديو ما بش منه ارباح. واغلب الفيديوهات حقي وانا مطلع وانا مخزن، اخزن والهاجس يطلع واندع فيديو ما بش معي ارباح، طز مشيش ارباح. بس كمان انا محيرف واشتي دراهم، اطلع فيديو وانا لا سب ولا لاعن، ولا حتى لا سبيت افعل طيط بقعة السب طيط علشان ما يطلعش السب. اهم شيء الذي بيقولوا اننا بنستلم 10,000 دولار، 50,000 دولار. في ناس في اليوتيوب بيقولوا مستوى بيستلم 50,000 دولار، 80,000. معك عقل؟ هذه صورة واحد بيستلم 80,000 دولار. هذه صورة واحد بيستلم 80,000 دولار. لو من استلم 10,000 دولار ولا 8,000 دولار ان عيوني زرق. لو من استلم 10,000 دولار عيوني عيوقعن زرق، وشعري سلس وعيوني زرق ومحمر. الذي بيقول من استلم 10، كيف لو ما دريت؟ ايش درى امك؟ لا تصدقش للبرامج الذي يقول لك برنامج نكتشف كم بيستلم 4. ايش درى امك؟
هل الفيديو مفعل بالارباح ولا ماشي؟ من اين المشاهدات؟ من اليمن ولا من السعوديه ولا من امريكا ولا من ايطاليا؟ لان تختلف نسبه المشاهدات. كم معي اعلانات؟ اي شو الاعلان؟ كم شاهدوا الاعلان؟ هل فعل تخطي ولا بسر الاعلان؟ يعني حاجه كيف لو ما دريت. ما حد يعرف كم من استلم الا انا. صاحب القرار هو الذي يعرف كم بيستلم. اما الذي بيتفلسفوا $50,000. $50,000 عايش واحد دخل في يوتيوب قال ان انا مستمع $10,000 وطلع ان انا مستمع $10,000. ايش من لو من استلم $10,000 اننا بنلبس نكس من ايطاليا. والله ما اشتري النكس الا من ايطاليا، والفانيليا من كلاكيتا، والثوب هذا اشتريه من طيزنبانيا. اي شو يعني هذا واحد بيستلم $10,000؟ ايش هو ايش ان هذه فانيليات واحد بيستلم $10,000. هذه فانيليات واحد بيستلم $10,000. هذه فانيليات واحد بيستلم $10,000. ارباحي من اليوتيوب من يستلم $500 $600 $700. هذه ارباحي من اليوتيوب 500 600 700. بعض الاحيان يعني مره ولا مرتين استلمت $1,000 مره. كنت منزل فيديوهات على المباريات ومنزل كل يوم فيديو كل يوم. فاستلمت $1,000. استلمت $1,000 يعني بتكت ندعت بالتاكة. عيني هذه بدأت تزرق من هنا بدأت تزرق شوية، وشعري من هنا بدأ يوقع سلس من هنا بس. والشهر الثاني استلمت $1,000 زرقت نص عيني ونص راسي وقع سلس. وبعدها رجعنا إلى $300 و$400 وابتعدت الزرقة وراسي رجع جعد ورجعت البهذل. تقول لي من استلم شهريا 10؟ أنت داري كم يعني $10,000؟ الدولار ب60,000. الدولار ب60,000. 60,000 في $10,000 قال 6,000 في 10,000. 10 في ب25,000. 25,000 زائد 8,000 48. 48 في 50 ب590. 95 زائد 2,200 زائد 2 مليون و2,200. يعني كم المجموع؟ 2 مليون. يعني انا بنستلم في الشهر 2 مليون. 2 مليون. انا بنستلم في الشهر 2 مليون. لو بنستلم في الشهر 2 مليون ان انا منطير، ان معي اجنحه منطير ومن الباب حقي ما قد ركبتش. باب الديوان حقي ما بش باب ستار. لو شني ركبت الباب لو مستلم $10,000. اقول لك لو مستلم $10,000 ان عيوني زرق لاني دولارات ابصر $1 وازرق. بصروا كيف الاجانب مزرقين لانه بيبصر $1 يزرق. والشعر هذا بيستلم $10,000. اين جلب هذه فنيلة واحد يستلم $10,000. هذا ثوب واحد يستلم $10,000. اما الشنطة الزلط الذي في الصورة حق الفيديو، الشنطة حق الزلط لا تصدقوش اني زلط. وريك والله نوريك وريك ما بالله $300 مدري $400 والباقي ورق من داخل محشي. $1 محشي بالورق. افعل اشتراك وفعل الجرس يا غالي علشان يوقع لنا دراهم.